جاك سبارو اللي شفناه في السينما مبني على قصة راجل حقيقي اسمه جاك وورد. جاك وورد اتولد في انجلترا سنة 1553 في عيلة بسيطة جدا، واشتغل في طفولته صياد سمك عادي، لكن البحر شده ومع الوقت دخل عالم القرصنة. في أواخر القرن ال16 انجلترا كانت في حرب مع إسبانيا، والملكة إليزابيث الأولى كانت بتدي تصاريح رسمية لبعض القراصنة إنهم يهاجموا سفن إسبانيا باسم التاج الإنجليزي. جاك وورد كان واحد من الناس دول، وبقى من أخطر قراصنة البحر، وحقق انتصارات كبيرة وخسر إسبانيا سفن كتير. لكن الدنيا ما بتفضلش على حالها. لما الملك جيمس الأول مسك الحكم قرر يوقف الحرب مع إسبانيا وقفل الملف ده كله، وفجأة القراصنة اللي كانوا أبطال بقوا مجرمين مطلوبين. اتقال لجاك وورد يا تشتغل في البحرية الملكية يا تتحرم من كل حاجة. جاك رفض الذل ورفض إنه يبقى تابع، وبعدها عمل حاجة مجنونة، سرق سفينة إنجليزية وخد معاه حوالي 30 بحار وانتخبوه قائد عليهم، ومن هنا بدأت الأسطورة الحقيقية. جاك وورد أبحر للبحر المتوسط وكمل هجماته على السفن الإسبانية والبرتغالية، بس المرة دي من غير أي غطاء إنجليزي. وفي رحلته دي وصل لتونس اللي كانت وقتها تحت الحكم العثماني، وهناك قابل عثمان داي حاكم تونس واتفق معاه يخلي تونس قاعدة لعملياته مقابل خمس الغنايم. وفي اللحظة دي جاك وورد خد أخطر قرار في حياته، أعلن إسلامه وغير اسمه ليوسف، ومن هنا تحولت القصة تماما. كتاب أوروبا وصفوه وقالوا قرصان ترك المسيحية واعتنق دين المسلمين وبقى مجاهد بحر. لكن يوسف ما كانش مجرد محارب. بعد سقوط الأندلس آلاف المسلمين واليهود كانوا بيتعذبوا وبيتهجروا من إسبانيا. يوسف لعب دور كبير في إنقاذهم ونقلهم بالسفن من جحيم الاضطهاد لأرض الأمان في شمال أفريقيا. اتجوز ست إيطالية أسلمت اسمها ياسمين الصقلية، ورغم كده فضل يبعت فلوس لزوجته الإنجليزية الأولى، وعاش باقي حياته في تونس في قصره لحد ما توفى سنة 1622 عن عمر يقارب 70 سنة. وهنا يجي السؤال الكبير، ازاي قصة راجل بالشجاعة دي اتحولت في أفلام هوليوود لشخصية هزلية سكران ومجنون؟ هل ده مجرد خيال سينمائي ولا تشويه متعمد للتاريخ؟ دي كانت قصة جاك سبارو، أو بالأصح يوسف. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. سلام.